له الكهرباء، يبعت للقاضي يستفسر، يقول له انا عايز ادفع بالمصري، القاضي يرد عليه يقول له لا دولار، يروح باعت تاني يقول له طب انا عايز اقسط، يقول له لا كاش. والافندي ده اللي خارب النادي انت ليك 2 مليون و650 الف، تمام؟ يعني حوالي 200 مليون، لما ياخد 70 مليون رحمه امي ال 130 مليون دول هيتحبسوا بيهم. بس حضرتك حركت دعوه للنائب العام ولا لا؟ بلاغ يا بيه، بلاغ. هترجع النادي امتى؟ وبعدين ثانيه واحده يا بيه، سيبك من النادي دلوقتي. هو دفع بالدولار ولا بالجنيه برضه؟ بالجنيه. انت عندك مدرب اجنبي ومساعد اجنبي ولاعيبه اجانب بتدفع لهم بايه؟ بالدولار. يعني انت دلوقتي مضطر، كان عندك دولار، مضطر المصري اللي عندك تروح تشتري دولار بسعر السوق السوداء، تمام؟ عشان تدفع لهم مرتباتهم. طب ما انت كان عندك. وبعدين انا عايز اسال سؤال، هذه العصابه دي كلها، سؤال واضح، هو انتوا مش كنتوا قبل الانتخابات، قبل المؤامره اللي اتعملت، قلتوا كان عندنا 20 راجل اعمال و30 راجل اعمال عاملين صندوق فيه 200 300 مليون؟ طب انت خدت قرض نص مليار ليه؟ وفلوس كهرباء خدتها، وسايب لك انا 37 مليون، وسايب لك في اتحاد الكره اللي كانوا جايبين متحولين حوالي 35 36 مليون، كل ده ضيعتوه. في حد يشيل رخام ويحط بتاع انترلوك؟ في حد رئيس النادي التاريخي، ليه تاريخي؟ انا اكتر واحد واخد بطولات، اكتر من محمد حسن حلمي ونادي الاجتماعي يا باشا، وعامل قناه. والجمهور دلوقتي كله ملاحظ تراجع اداء الفريق يا باشا ترتيبك 13 14. هو السؤال ده الفرق بين الاهلي والزمالك. صالح سليم الله يرحمه مات، معمول له تمثال جوه النادي الاهلي، ورئيس النادي اللي عندك التاريخي بتحط صورته واسمه في الارض تدوس عليه، هتتحاسب وحياة امك انت وهو. شكرا. جمهور الزمالك متضايق جدا. توقعاتك بس لماتش الكاس، توقعاتك لماتش الكاس. بس حاجه اخيره يا سياده المستشار، جمهور الزمالك متضايق من الزياره والتصالح، يعني تصالح يا باشا تصالح. التصالح كان ليه عربون. التصالح ليه عربون. يعني التصالح ده له علاقه اشترط 3 حاجات، يشيل يافطة نادي القرن، شالوها ولا ما شالوهاش؟ شالوها. 2 غرام الكهرباء بالتقسيط وبالمصري عملوها ولا لا؟ اتعملت. رئيس النادي الشرعي مين دول؟ يتشتب ثانية واحدة، يتشتب ويتحط جزمة على صورته في دولة محترمة ومدي مهلة. العيال دي لو ما مشيتش هعرف امشيها انا بطريقتي. ربنا معاك.